نحن لا نرى فيها إلا خطورة على واقعنا وخطورة على مجتمعنا بشكل عام، مجتمع الإسلامي. يعني الشيعة أبقوا على هذا المبدأ لأن الخليفة عمر أوصى بتوقيفه. يعني حتى لو الشيعي يقول لك أنا أتزوج متعة، تقول له ترضى بأختك أو بأمك، ما راح يوافق. ليش؟ لأنها مرفوضة اجتماعيا. هي قالت لي أنه كان معها علم بالمهر وبالمدة. قالت لي زوجتك نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة. كان جوابي أنا قبلت التزويج. هو زواج غير شرعي باطل محرم، وهو في رأيي أنه أصعب من الزنا. كانت أحوالنا كثير منيحة، كثير منيحة، فتدهورت لدرجة إنه بقولوا صاروا على الحديد من وراء هاي الأشياء. زواج المتعة. زواج المتعة هو من المواضيع المحرمة إعلاميا عند الشيعة الاثني عشرية. زواج المتعة أو متعة النساء، وهو الاسم الذي أطلق عليه قديما، اتفاق بين رجل وامرأة على أجر معين تتقاضاه المرأة نظير الاستمتاع بها مدة زمنية معينة يحددها الطرفان، وبانتهاء هذه المدة يفترقان دون الحاجة إلى طلاق. هو زواج بكل المعايير، وزواج شرعي، وزواج يمكن أن يسجل ولابد أن يسجل في المحكمة طبعا عندما تتكاثر العائلة وعندما يعني يصبح هناك أولاد. زواج بكل المعايير، زواج المتعة ليس تهمة. زواج المتعة ربما هو أكثر حفظا للحق من الزواجات الأخرى كالعرفي والبسيار وغير ذلك، لكنه زواج، إنما هو زواج لمدة محددة. هذا ما يختلف عليه، يعني هذا ما يختلف عن هذا ما يجعله مختلفا عن الزواج العادي. عند الشيعة كلهم هذا الأمر جائز شرعا، لكن موضوع الممارسة عادة الشبان الغير متزوجين يسعون لعلاقات، إذا كان متدين يحاول أن يسعى لعلاقة غير آثمة فيشرعن علاقاته مع بعض النساء. تصور هذا الموضوع موضوع خلافي، موضوع جدا كبير بين المذاهب الإسلامية. هناك من يعتبر أن هذا الأمر كله غير شرعي وأن هذا يعني مخالف وما شابه ذلك، ولكن الشيعة يستندون في هذا الأمر أيضا إلى الأحاديث وحتى الآيات، ويعتبرون هذا الأمر شرعي وأنه كان موجود أيام رسول الله وأنه يجب أن يستمر، لأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. تتفق جميع المذاهب المنتسبة للإسلام على تحريم زواج المتعة، فيما انفردت الشيعة الاثنى عشرية بإباحته وقالت باستحبابه وثبوت الأجر والثواب في حق ممارسته. روى الحر العاملي في وسائل الشيعة عن الإمام أبي جعفر الباقر أنه سأله عقبة: للمتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره. قلت: بعدد الشعر؟ قال:
بعدد الشعر. وفي رواية أخرى قال أبو جعفر عليه السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبرائيل فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. لو عدت إلى الحديث، إلى سياق الحديث، قلت لك كل جريمة نفعلها نجعل لها ساترا دينيا إلهيا، لذلك هو من الطبيعي جدا أن يجدوا لها غطاء شرعيا، أن المؤمنين هن اللي بيلتزموا بيعملوها. نحن لا نرى فيها إلا خطورة على واقعنا وخطورة على مجتمعنا بشكل عام، مجتمع الإسلامي. وعلى العكس من قول الشيعة الاثني عشرية الجعفرية، ترى الزيدية والإسماعيلية، وهما فرقتان من فرق الشيعة، حرمة المتعة، وتروي عن بعض أئمة أهل البيت كالإمام الباقر وجعفر الصادق وزيد بن علي وغيرهم القول بحرمتها وتجريم فاعلها. فقد روى القاضي النعمان وهو من علماء الإسماعيلية عن الإمام جعفر الصادق أن رجلا سأله عن نكاح المتعة، فقال له الإمام جعفر: صفه لي. قال: يلقى الرجل المرأة فيقول: أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوما أو يومين. قال: هذا زنا، وما يفعل هذا إلا فاجر. يرى الشيعة الاثنى عشرية أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي حرم المتعة بعد إباحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها، وأنهم غير ملزمين برأي الفاروق عمر رضي الله عنه. يعني الشيعة أبقوا على هذا المبدأ لأن الخليفة عمر أوصى بتوقيفه، وليس يعني تبنيا منهم لفكرة مبتدعة. هي في الواقع من أوجدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الخليفة عمر قال أنها كانت تصلح لمرحلة معينة ولم تعد تصلح للمراحل الأخرى. هنا في إطار التناكف السياسي أو التناكف العقائدي، رأى العلماء الشيعة أنه يمكن لهذه السنة أن تستمر، والتي طبعا كانت على عهد الرسول، يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، ولم يلتزموا بتحريم الخليفة عمر لها، انسجاما مع قناعاتهم أو انسجاما مع اعتقادهم بأن عمر في الأساس وجود الخليفة عمر بن الخطاب وجودا بين مزدوجين غير شرعي. ولكن الشيعة يستندون في هذا الأمر أيضا إلى الأحاديث وحتى الآيات، ويعتبرون هذا الأمر شرعي، وأنه كان موجود أيام رسول الله، وأنه يجب أن يستمر، لأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. ويعتبرون أن هذا التحريم حرم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، تم تحريم هذه المسألة لأسباب وظروف تتعلق بالمجتمع في ذلك الوقت، وهم يعتبرون أنهم غير ملزمين بهذا التحريم، لأن التحريم لم ينشأ من الرسول مباشرة، وإنه من أحد الخلفاء. قيل أنه حرمه عمر بن الخطاب. من هنا تحمس السنة للدفاع عن عمر، وتحمس الشيعة لمهاجمة عمر. ربما تكون يعني من الفريقين المسألة، وإلا لو كانت ليست مرتبطة بالموضوع السياسي ربما كانت يعني مغفلة ككثير من المسائل الخلافية بين الفقهاء التي لا يثور شأنها في الإطار المذهبي والنزاع. يرى جمهور المسلمين أن تحريم عمر للمتعة لم يكن تحريما تشريعيا، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس مشرعا، ولذلك فهو لا يملك تحريم ما أحله الله تعالى، وإنما حرمها قانونا من واقع منصبه كخليفة للمسلمين، عندما رأى في زمنه جرأة من بعض الرعية على ممارسة المتعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
روى ابن ماجة في صحيحه بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لنا في المتعة 3 ثم حرمها. والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني ب4 يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلها بعد أن حرمها. يشير بذلك الخليفة عمر إلى التحريم الذي رواه مسلم في صحيحه عن زبرة الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. انتشار المتعة في العالم. لا يمكن بطبيعة الحال إجراء إحصائية دقيقة لنسبة ممارسة المتعة في أي بلد، لكنه يمكن على الأقل الإحاطة بمواطن انتشار المتعة في العالم العربي والإسلامي، فهي تنتشر في المناطق التي يتوزع فيها الشيعة في العالمين العربي والإسلامي، حيث إن المتعة تنتشر بشكل واسع في إيران، بينما تقل نسبيا في المواطن التي لا يشكل الشيعة الاثنا عشرية أكثرية فيها، كلبنان والبحرين والعراق، حيث راج زواج المتعة فيه بعد ازدياد نشاط المؤسسة الدينية الشيعية في جنوب العراق. أما في الكويت فإن انتشار زواج المتعة بين أبناء الطائفة الشيعية أكثره يتسم بالسرية بين أبناء الطائفة، ويكاد يكون منعدما في منطقتي الإحساء والقطيف في المملكة العربية السعودية، حيث يتركز تواجد الشيعة هناك خشية العار والمساءلة القانونية. نحن في مجتمع يرفض زواج المتعة، مجتمع غالبيته من السنة، والسني يرفض زواج المتعة، وأيضا الشيعي، يعني حتى لو الشيعي يقول لك أنا أتزوج متعة، تقول له ترضى بأختك أو بأمك، ما راح يوافق. ليش؟ لأنها مرفوضة اجتماعيا، مرفوضة اجتماعيا. فمن هالباب مثلا ما نوافق انتشاره في الكويت. أظن أنه يعني في العالم العربي، يعني في العراق على سبيل المثال لا أظنه مقبولا، حتى وإن قال به فلان أو جاء به فلان، لاعتبارات كثيرة اجتماعية بالدرجة الرئيسية، ثم التبعات، ثم الوسط، ثم مدى تقبل الناس. في سوريا ربما، وفي البحرين، وفي المملكة العربية السعودية، وفي الكويت لا أظنه مقبولا أيضا، رغم أن هناك من يتحدث عن علاقات محدودة مع بعض القادمات من بلدان أخرى وفي ظروف خاصة. ربما في إيران كان هناك نوع من الموافقة، ولكن أيضا هذه الموافقة مصحوبة بشيء من السرية وشيء من الكتمان، وأحيانا تحولت إلى نوع من الدعارة المبطنة أو المستترة، وأثارت وتثير قضية اجتماعية. السيدة شهلاء كتبت عام 78 أطروحة خاصة بزواج المتعة، بينت أضراره ومخاطره الاجتماعية من قبل دراسة حالات ميدانية في إيران نفسها. ما كانت منتشرة كثيرا. في لبنان ما كانت منتشرة تقريبا نهائيا، لكن في السنوات الأخيرة أعتقد أنها من المستوردات التي جاءت من إيران، يعني صار لها انتشار نتيجة هذا الأمر. دخلت إلى المجتمع الشيعي في لبنان عندما أتى حرس الثورة الإسلامية. نمت هذه الثقافة عندما قوي حزب الله، قويت معه هذه الثقافة. حتى في هذه الظاهرة أنا أظن أنه الجانب ما يسمى الجانب العرفي أو الجانب الاجتماعي
يؤثر كثيرا على هذه المسألة سلبا أو إيجابا. يعني أنا ذكرت أنه لبنان على سبيل المثال المتأثر بالبيئات الأخرى التي يعيش فيها، بالبيئات المسيحية تحديدا، في موضوع الزواج الواحد لا يقبل بسهولة هذه المسألة. لهذا السبب هي تتم بشرية تامة، وإذا حصلت تثير مشاكل مثل الزواج الثاني أيضا. يعني ربما إسلاميا الزواج الثاني متعارف عليه أكثر، مقبول أكثر، ولكن تطبيقه أيضا هناك صعوبة كبيرة. حتى في إيران الدولة الإسلامية الآن التي تقدم نفسها كحكومة إسلامية ليس من السهل الحديث عن هذا الموضوع. اختلاف متعة النساء عن الزواج. الفروقات. مسمى الزوجة فقهيا: في النكاح الدائم هي زوجة. في المتعة عند الشيعة الاثني عشرية ليست بزوجة وإنما مستأجرة. مدة الزواج. في النكاح الدائم غير محددة. في المتعة عند الشيعة الاثني عشرية محددة. الطلاق والخلع والفسخ. في النكاح الدائم فيه طلاق أو خلع أو فسخ، وفي الآخر الفرقة في المتعة بانتهاء المدة فقط، فلا طلاق في المتعة ولا خلع ولا فسخ بخلاف الزواج. ولي الزوجة. يشترط في الزواج الدائم الولي، وفي الزواج الآخر لا يشترط الولي إلا في البكر عند بعض علماء الشيعة. تعدد الزوجات مقيد ب4، أما في زواج المتعة غير مقيدة بعدد. العدل بين الزوجات يشترط في النكاح الدائم بينهن. في المتعة عند الشيعة الاثني عشرية لا يشترط. الشهود. يشترط في الأول، وفي الثاني لا يشترط الشهود. الدوام. مبني على الدوام في الأول، وفي الثاني غير مبني على الدوام لأنه مؤقت ومنقطع. السكنة. في النكاح الدائم للزوجة حق السكنة، وليس لها حق فيه في الثاني. نفقة العدة. لها نفقة أثناء العدة، بينما في المتعة ليس لها نفقة. عدة الطلاق. في النكاح الدائم 3 قروء أو 3 أشهر، وفي المتعة حيضتان أو 45 يوما. الميراث. يتوارث الزوجان في النكاح بينما لا يتوارثان في المتعة. أنواع زواج المتعة عند الشيعة الاثني عشرية. يرى جمهور المسلمين أن الشيعة الاثني عشرية قد توسعوا في المتعة توسعا كبيرا لم يكن معهودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمتعة النساء كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر، ولم تكن في حال الإقامة والاستقرار، كما أنها كانت حالة اضطرارية مؤقتة نسخت وانتهت. أما المتعة عند الشيعة الاثني عشرية فتختلف اختلافا كليا عما مضى. فقد أشارت الدكتورة شهلة حائري حفيدة آية الله حائري في كتابها المسمى المتعة الزواج المؤقت عند الشيعة إلى أنواع عديدة من المتعة تندرج كل منها تحت نوعين رئيسيين، هما: أولا المتعة الجنسية، ثانيا المتعة غير الجنسية. فأما المتعة الجنسية فيندرج تحتها الأنواع التالية: المتعة الاعتيادية، وهي الأشهر والأكثر انتشارا، وهي أن يتفق رجل وامرأة على متعة جنسية مدة معينة كساعات أو أيام أو شهور أو سنة أو موسم، وبمقابل معلوم، إما أن يكون مالا أو متاعا أو حلوى أو غير ذلك.
أنا مرة بأحد شوارع الضاحية كنت عم تجول بدي هيك اشتري بعض الثياب، واستضفت بمرة بأحد المحلات عجبتني بقى، تعرفت عليها وطلبت منها اني اشوفها، وما كان عندها تردد يعني بالموضوع. قلت لها انه بنجتمع باي مكان، محل او مطعم او كذا، حتى نتناقش ونعرف بعض اكثر. بالتالي اخذنا الموعد ايمتين، وبعد ايام اجتمعنا مع بعض باحد المطاعم بالضاحية وتناقشنا، حدثتها وخبرتها شوي عن حياتي، شو بشتغل وشو بعمل، وخبرتني هي شوي عن حياتها. بالتالي ضمن الحديث خبرتني انه هي مطلقة، وبالتالي فتحت لها الموضوع انه انا شاب وعازب مش متجوز، وعجبتيني وحابب انه اكون زوج لإلك وشريك عبر الطريقة الشرعية طبعا. فما كان عندها انه كان عندها تردد، قلت لي بشو بدرس الموضوع وبرد عليك خبر. بالتالي بعد أحد الأيام كمان اجتمعنا مع بعض، صار في حديث، قالت لي ما مشكلة وكذا وهيك. عرفت عنوان بيتها وين. هي المرأة عندها ولد صغير يعني عمره بحدود 8 سنوات، فعرفتني على بيتها. طبعا أنا ما عندي يعني بيت لحتى اجتمع مع مرة ضمن هيك علاقة، ما فيني. بقى اتفقنا وحددنا المهر والمدة. كان صيغة العقد انه قلت لها، هي قالت لي انه كان معها علم بالمهر وبالمدة. قالت لي زوجتك نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة. كان جوابي انا قبلت التزويج. العلاقة الثانية بمنطقة بير العبد يعني. كنا العلاقتين بالضاحية. ايه طبعا. كنت عند احد الاصدقاء لإلي عنده محل ببيع قطع سيلولارات وهواتف. صادفت كمان بالمحل عنده بمرة، حكيتها بطريقة أخلاقية وتهذيب طبعا. حبيت أحكي معه وكذا ومدري شو. قالت لي ما مشكلة وأعطتني موعد إنه لاقيها فيه. لقيتها إنه مرة عندها ولدين وحالتها تعبانة كتير، بحاجة لأحد يعينها يعني أحد معين، وحالتها المالية والاقتصادية كتير تعبانة. كمان طرحت عليها موضوع إنه أنا بساعدك وبوقف جنبك. طبعا أنت مرة بكسب فيك أجر بالنهاية يعني، بساعد مرة أرملة. بالتالي طرحت عليها الموضوع ووافقت على الموضوع. متعة النذر، حيث تنذر المرأة عن نفسها أو بالنيابة عن ابنتها أن تمارس المتعة مع سيد وتطلب منه مساعدتها في الإيفاء بنذرها. تقول شهلة حائري في كتابها المتعة الزواج المؤقت عند الشيعة: وغالبا ما يكون ذلك مع سيد، والعديد من رجال الدين هم من السادة، لأن السادة يحظون باحترام كبير. تقترب المرأة عادة من رجل الدين وتكاشفه برغبتها، ويعتقد بأنه يمكن التحدث مع رجال الدين في هذه المسائل لأنهم يتفهمون ويستجيبون لها بطريقة أفضل من غيرهم. وعلى سبيل المثال يقول الملا هاشم وهو داعية ديني من مشهد: إن حاجة نذرت أن تعقد زواج متعة مع سيد، فعرضت عليه أن تعقد زواجا معه وأن تعطيه 100 تومان حوالي 12 دولارا في حال وافق على طلبها، لكنه رفضها وقال إنها ليست من النوع الذي أفضل، فقد كانت مسنة. وتضيف الدكتورة شهلة حائري: وتتعدد أنواع متعة النذر، فقد أبلغني القيم على مزار مدينة قم أنه قبل لقائنا ببضعة أشهر طلبت منه امرأة أن يعقد زواج متعة مع ابنتها البالغة من العمر 16 عاما مقابل مهر قدره 50 تومان، لأنها نذرت أن تعقد زواج متعة لابنتها مع سيد، وقال لي إنه ألقى نظرة على الفتاة ورفض الطلب. طبعا لا يتم رفض جميع النساء دوما. قناعة كبيرة، وأنا سمعتها من الكثير من المرجعيات.
وكنت واضحا في طرحي، قلت لأحدهم: سماحة المرجع الفلاني، إذا أتى اليوم شاب طرق باب بيتك وقال لك: يا مولانا، جئت لأتمتع ابنتك ساعتين وأردها لك، فانتفض. قلت: إذا أنت المفتي في ذلك انتفضت، كيف تريد للمجتمع أن يتقبل؟ أعتقد بعدها كان له رأي في ذلك، وقال أنه إذا المجتمع لا يتقبلها لكن لم يكن واضحا في ذلك. أنا أقول بكل وضوح ولست في موقع الإفتاء، لكن رأيي ويجب أن يحترم، يجب أن يحترم بالحد الأدنى، لأنني أمارس قناعاتي. هو زواج غير شرعي باطل محرم، وهو في رأيي أنه أصعب من الزنا. متعة السيد والخادمة. تقول شهلة حائري في كتابها المتعة الزواج المؤقت عند الشيعة: أحد آيات الله المعروفين أيضا عقد زواج متعة مع إحدى خادماته قبل 35 عاما، مما أثار انزعاج زوجته التي كان لديها 5 أولاد، فحملت الخادمة وأنجبت ولدا، فما كان من الزوجة إلا أن أقنعت آية الله بصرف الخادمة، وتولت بنفسها تربية الولد، وأعطيت الخادمة بعض المال قبل أن تغادر. وفي هذه الحالة أيضا كانت العلاقة ممتازة بين ابن المتعة وإخوته، خلافا للمعتقدات الشعبية الشائعة لجهة العداوة الحتمية بين هؤلاء الإخوة. وقد سئل آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي كما في كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات: هل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل وغسل الملابس وطهي الطعام أم لا؟ وهل يفرق بينهما إذا كانت على كفالتي أو كفالة غيري؟ وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للأطفال والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها؟ فأجاب التبريزي: نعم، يصح التمتع بها، ولا فرق بين الخادمة والمربية وبين ما كانت بكفالته أو غيرها. وإذا كانت كتابية كما هو المفروض فلا يجب الاجتناب عنها، إلا إذا علم تنجسها نجاسة عرفية، فيجتنب عما تباشره مما يتعلق بالطهارة والنجاسة. أما المتعة غير الجنسية فيندرج تحتها عدة أنواع: متعة التجربة، وتكون من خلال اتفاق شاب وشابة على متعة غير جنسية يتم من خلالها تعرف بعضهما على بعض ومعاشرة بعضهما لبعض، ثم بعد انتهاء فترة المتعة يتم حسم فكرة الزواج الدائم فيما بينهما. متعة المزار، وهي واسعة الانتشار في مدينة مشهد، ويسميها أبناؤها على حد قول شهلة حائري المتعة فوق رأس السيد، في إشارة إلى الإمام الثامن من أهل البيت، الإمام الرضا، المدفون في تلك المدينة. فعند اتفاق عائلتين على زواج ولديهما يسمحان لهما بمتعة غير جنسية في المرقد، يتم من خلالها انفراد الشاب بالشابة والتعرف عليها بشكل أكبر ومصاحبتها للتسوق أو للتنزه. متعة من أجل حرية الاختلاط، حيث تتم المتعة بين رجل راشد وفتاة أو أكثر دون سن البلوغ، من أجل جعل الرجل وأفراد عائلته من الذكور من محارم والدة الطفلة، وهذا يسمح لأفراد العائلتين بالاختلاط بحرية. جواز التمتع بالبكر دون إذن أبيها. اختلف علماء الشيعة في جواز التمتع بالبكر دون إذن أبيها، فقديما صرح العلامة الحلي الحسن بن يوسف ابن المطهر الحلي في كتابه تحرير الأحكام بأن التمتع بالبكر دون إذن أبيها مكروه وليس بمحرم،
ووافقه في هذا المحقق الكركي في كتابه جامع المقاصد. وفي الوقت المعاصر فصل آية الله العظمى محمد صادق الروحاني في المجلد 21 من كتابه فقه الصادق عليه السلام القول في مسألة التمتع بالبكر دون إذن وليها، وخلص بعد دراسة مستفيضة للمسألة إلى جواز التمتع بالبكر دون إذن أبيها. وأما أنا فلا مانع عندي من أن العاقلة الرشيدة إذا كانت بكرا إذا أراد أن تتزوج بالدائم أو المنقطع لا فرق عندي بين الزواجين، يمكن لها أن تتزوج بدون رأي أبيها. وهذا طبعا أنا مستند برأيي إلى روايات موجودة عندي، وإن شاء الله كتابي سيصدر قريبا إن شاء الله، هو موجود، هذا يحتاج إلى بحث طويل. وأما غيري فهو يتحمل مسؤولية ما يقول، وأنا أتحمل مسؤوليتي. زين البكر هي تحتاج إلى إذن الأب لو ما تحتاج؟ يجوز للبنت الباكر أن تتزوج من دون إذن الولي لو لا؟ الرأي المشهور أنه ما يحتاج إلى إذن الولي. يجوز للبنت الباكر أن تعقد من دون إذن الولي. يجوز للبالغة الرشيدة أن تتمتع ولا اعتراض للولي على الأشهر. جواز التمتع بالزانية. يرى جمع من مراجع التقليد لدى الشيعة الاثني عشرية أنه يجوز التمتع بالزانية أيضا. يقول آية الله العظمى علي السيستاني في كتابه منهاج الصالحين: يجوز التمتع بالزانية على كراهة، نعم، إذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها إلا بعد توبتها. ويقول آية الله العظمى الخميني في كتابه تحرير الوسيلة: يجوز التمتع بالزانية على كراهة، خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا، وإن فعل فليمنعها من الفجور. وقد سئل آية الله العظمى أبو القاسم الخوئي الزعيم الأسبق لحوزة النجف عن رجل يعرف زانية ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أو غير مشهورة، فهل يجوز التمتع بها؟ فأجاب الخوئي: لا بأس ما لم يعلم بالوصف أهي مشهورة أم غير مشهورة. المتعة وأثرها الاجتماعي. يرى مؤيدو زواج المتعة أنه حل جذري لمشكلة الجنس، ويرون فيه بديلا عن الحرام في زمن كثرت فيه الفتن والشهوات، بينما يرى آخرون من الشيعة ومن غيرهم أن المتعة ليست حلا للمشكلة الجنسية، بل قد تكون سببا في تعقيد تلك المشكلة على المستويين الاجتماعي والأخلاقي. وفي هذا يقول آية الله العظمى محمد حسين فضل الله كما في كتابه دنيا المرأة: إن تحول المرأة من رجل إلى آخر مع المحافظة على الضوابط الشرعية من عدة وما إلى ذلك ليس محرما بالعنوان الأولي، ولكن بعض العناوين الثانوية التي قد يحملها هذا الأمر كهتك حرمة المرأة المؤمنة، أو الإساءة للمناخ الأخلاقي والنفسي العام، أو إلحاق الضرر بالمجتمع عن طريق تعريضه لبعض الأوبئة والأمراض الخطيرة أو القاتلة في نتائجها، كل هذه الأمور من شأنها أن تجعل هذا الأمر محرما، وبالتالي ومن باب أولى أن يحرم الزواج المؤقت في حالة تحويله من قبل المرأة إلى حرفة مرفوضة كالبغاء. ويقول أيضا: لم أدعو إليه، بل ربما وقفت موقفا سلبيا من أكثر ظواهره. أنا لا أقول بحرمته، وإن كنت أتحفظ بالنسبة إلى العذارى، وأعتبر أن المجتمع
لو انفتح عليه بشكل عام لا من خلال دائرة لاستطاع أن يخفف من المشكلة الجنسية التي يعاني منها الناس. ولكننا في المراحل التي نعيشها لم أكن ممن يشجع هذا الزواج، بل كنت أحذر الفتيات منه انطلاقا من السلبيات الكثيرة التي تحدث على المستوى الخاص وعلى المستوى العام. ولذلك فإنني لا أرى من خلال الظروف المحيطة بالموضوع، لا أرى فيه حلا للمشكلة، وإنما أرى فيه تعقيدا لمشاكل أخرى. أنا بصراحة ما جربت أعمل زواج متعة، ما بؤمن فيها، ما بوثق فيها يعني. بالنسبة لي بعتبرها زنا، لأنه في مجتمع نحن الشيعة على ما أعتقد يعني متأكد إنه أكترية المراجع أو كلها محللة زواج المتعة. في مراجع البنت بلا رأي بيا لو كانت فوق 30 بلا رأي بيا، في مراجع برأي بيا، في مراجع بدك ورقة شيخ، بس كله ما بيتسجل بالمحكمة. فأنا ما بريده على مثلا على عرضي، بقولوا على أختي أو حدا من اللي بيقربني. حدا بيقربني ما إلي فيه، بأختي يعني أكتر شيء، لأنه أنا من المجتمع ما بيتقبلها، مع إنه اللي بقلده أنا بسيد محمد حسين فضل الله حللها، وأكتر واحد منفتح فيها يعني بشغلات يعني أكتر مرجع هو منفتح يعني بحلل كذا شغلة، إنه سهل أمور شباب يعني أكتر من بعض المراجع، شباب وبنات يعني. فأنا ما بقلده، بس يعني مش بيتنا مثلا والدي أنا بعرف إنه بيعمل زواج متعة، والدي مزوج يعني وعمل زواج متعة. والدي ما في يعدل لك إني، لأنه انكسر من وراه يعني، لأنه طلعت هي بذكر، مش طلعت لأنه بذكر أنا بال89 الوالد بلش بهالشي. كانت أحوالنا كتير منيحة، كتير منيحة، اتدهورت لدرجة إنه بقولوا صاروا على الحديد من وراء هاي الأشياء. يمكن معقد منا من هاي الشغلة. أنا قلت نحن قعدنا سنة بلا مدرسة، سنة ما في مدرسة، ما عم ندرس يعني، قاعدين بالبيت، مع إنه كنا بأحلى مدارس بلبنان، أحلى مدارس بلبنان كنا، وعلمات بالبيت. ووالدي يعني عمل كتير علاقات يعني لدرجة إنه يمكن ما بتفيك تحصيهم. لدرجة يعني كان عندنا محل كانوا يجوا يطلبوا من عمتي، كانت تقعد محل بيي أمرار أو أمي، يعني أنا قدامي أمي زعبت وحدة من المحل. وبتعرف المرة لما يكونوا أولاد بلا مصاري أو بلا شيء، قلت لأمي، قلت لها شو بدي؟ قال أنا مدينيته مصاري. قد إيه مدينيته؟ 200,000. عشو مدينيته؟ إذا هو عنده المحل أنت بدك تديني 200,000؟ يعني كان بدك منه مصاري. يعني في ناس بتاخدها لمادية، بتستغل هيدا الظرف، بصير شغلتها. بنات الشباب لا. ويبدو أن هذا التخوف من آثار المتعة له ارتباط بالواقع الذي تعيشه البيئات التي تنتشر فيها المتعة. فقد نقلت مجلة الشراع اللبنانية في عددها 84 بعد 600 في سنتها 4، وتحديدا في الصفحة 4، عن الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني في تصريح خطير له أشار فيه إلى 250,000 لقيط في إيران بسبب زواج المتعة. وعلقت المجلة على هذا الخبر بقولها: إن رفسنجاني هدد بتعطيل زواج المتعة بسبب المشكلات الكثيرة التي خلفها. آخر اتصال مباشر قبل ما ننهي القسم الثالث. مساء الخير. الو مساء الخير. أهلا مدام. عندي بنت عمرها 18 سنة. نعم. فاتفقت هي واللي حبته واخذوا بعضهم وعملوا زواج متعة. نعم. فبقى بعد اسبوع تركوا بعضهم. قد ايه كانت المدة اللي اتفقوا عليها مدام؟ ما عرفت، بس قالت لي انه تركنا بعد اسبوع. تركوا قبل ما تنتهي المدة يعني؟ ما عرفت كيف كان، انه شهر شهرين قالوا انه زوجنا، هيك خبرتني. نعم. مضى اسبوع وتركوا بعض. طلعت البنت حامل وراحت عملوا هي وياه قبل ما يعني يتركوا، عملت عملية اجهاض واجت. وصار عندها علاقة مع شخص ثاني والثالث وبهالوضع هيدا. فهل هيدا يجوز؟ أنا ربيت بنتي عمرها 18 سنة،
هل هيدا يجوز انه بتترك واحد بالجواز متعة جمعة ما عجبها تاخذ واحد ثاني وما عجبها تاخذ واحد ثالث؟ هل هيدا يجوز بديننا؟ مدام، هل الولي ولي بنتك هل كانت بكر قبل ما عقدت المتعة؟ طبعا. طيب هل الولي سمح بهالشيء؟ يعني ابوها او ما بعرف كان ابوها غايب وما عرف الموضوع، انا تحملت المسؤولية كلها. سمحتي يعني حضرتك بهالشيء؟ لا ما سمحت، انا بعدين عرفت بالموضوع. طيب مين سمح مدام؟ اذا ما حدا سمح مين؟ هي اتفقت وياه. نعم فضيلة الشيخ شو رأيك؟ شو رأيك؟ هذا خطأها. البكر ينبغي البكر واجب عليها ان تحصل اذن ابوها قبل العقد في الدائم. بس هي كفتت ابدا لا بيعرفوا بكر ولا بيعرفوا غير بكر، هن عقدوا اتفقوا زواج واخذوا. دكتور حمود اذا ممكن نسمع الست مدام، فيك تعيدي ما سمعناكي؟ تفضلي. البنت وقت ما عقدت زواج هي وياه، لا بكر وزواج، هيدا زواج شو بيكون يعني؟ زواج دائم او مؤقت، متعه ولا مش متعه؟ مش مهم، بس انه تزوجها وقامت تركته بعد فتره ولقيت انه لقوا هالشغله، هالبنات لقوا هالشغله وسيله انها هينه لهم ولعلاقاتهم، فمن واحد لواحد هل هيدا يجوز؟ مدام هذا غلط بنتي. هيدا التحليل هيدا منه حلال، هيدا حرام، هذا خطأ بنتي. هيدا حرام. نحن وقت بدنا نحلل لاولادنا لفلذات كعبادنا نحلل لهم هالشيء، هيدا رب العالمين بيريده ما بيريده ولا يجوز. مدام ممكن انا تعبت ومت عليها لربيتها لصار عمرها هالقد وابوها مسافر ليكد ويتعب. مدام اتفقت هي وياه وعملوا هالشيء هيدا. مدام سمعنا رايك وبنحترمه وبنقدر الوجع اللي عم تعاني منه. اذا بدنا نسمع دقيقه بس جواب سريع لفضيله الشيخ قبل ما ننهي القسم الثالث. تفضل فضيله الشيخ. اولا المدام ما بينت اذا العقد كان والزواج كان زواج دائم ورجع طلقها او زواج مؤقت لا مؤقت متعه. مدام اذا ممكن نسمع فضيله الشيخ من دون ما نقاطعه. وثانيا بكلا الحالتين البنت هي اخطأت بالممارسه، اخطأت بهالامر هذا. كان مفروض ما دامت ما زالت بكر ان تاخذ اذن بيها، ما بيجوز لها ان تتزوج ولا يصح منها هذا الزواج الا تاخذ اذن بيها الولي الجبري. دكتوره حمود هذه من الناحيه. نعم. اذا هي اخطأت بالتصرف مش معناها انه الزواج صار غلط. قبل في مناظرة قبل صارت عن زواج المتعة، كان معنا من المكتب الشرعي لآية الله العظمى سماحة السيد محمد حسين فضل الله الشيخ حسان عبد الله رئيس مكتبه، وأقر وقال ومسجل الحلقة أنه بنت البكر فيها هي حرة وتزوج نفسها. قال وعلى تلفزيون كان بدون رقيب حتى على الأوربت بتذكر، قال له ما بيسوى تعطي فتاوي على الهواء، في بحق لها تتجوز بنت البكر. وسألته أنا قلت له في حدود للعمر؟ قال لي لا المهم تكون راشدة. بس